عم انت مش ده؟ هو ده سبايدر مان جوردن 1. اول ما نزل الصور بتاعته الناس ما عجبهاش وقالت ان هي مش هتجيبه. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ بعد كده هو سولد اوت. بعد كده الناس اللي ما جابتهوش بتقول يا ريتني كنت جبته، دلوقتي المفروض تدفع ريسيل عشان تعرف تجيب السنيكر ده. سبايدر مان يا جدعان، يعني فاهم، شغل الجمجمه. وده مش اول جوردن 1 واخد الكولر بلوكينج بتاعت شيكاغو. نزل طبعا الفيرجن القديم بتاع انتو ذا سبايدر فيرس الفيلم، نزل اسمه اوريجين ستوري. بعد كده نزله دوت. طبعا التاني كان جامد الصراحه، مش هقول عليه ان هو وحش ولا اي حاجه عشان معايا دوت، وده برضه مش هقول على ده وحش. فانت استنى اقارن لك ما بين الاثنين وانه بالنسبه لي احسن، وريت تقول لي في الكومنت دلوقتي ده احسن ولا التاني. بعد كده نزل دوت اللي هو النكست شابتر اللي نزل مع فيلم اكروس ذا سبايدر فيرس، والفكره هنا كانت جامده جدا لانه لعبه في السنيكر جامد جدا. فتعال نخش في الديتيلز بتاع السنيكر ده لانه في كتير جدا. جاي في التو بوكس من هنا بالسموث ليذر، دام الماد جارد واخده برده سموث ليذر بس باللون الاحمر اللي هو المفروض شيكاغو، وتحس ان هي متخيطه من هنا في ماتيريال تانية المفروض دي سويد، ومن هنا النوباك ماتيريال، وتحس ان هي فيها اسود شويه باتنت ليذر اللي هو المفروض اللي بيلمع. من الناحيه الثانيه مختلفه، يعني من الناحيه الثانيه مش مقطوعه فيها السويد بس طبعا متشقلبه من تحت الباتن ليذر، ومن فوق النوباك ماتيريال اللي فيها الاسود. تطلع فوق باللون الروز هتلاقي عليها نقط، ودي طريقه الطباعه المشهوره اللي بتستخدم في الكوميك بوك. طبعا واخدين برضو نفس الفكره هنا. النايكي سوس معمول بحركه صايعه جدا، جاي بالجلد الاسود اللميع والجلد فيه ايريديسنت واللي هي بتبين اللون على حسب الزاويه اللي بتبص منها، ونفس الطريقه موجوده في الكولا فوق. الحته دي الناس اتريقت عليها وقالت ان هي شبه البيتزا البيبروني، بس في الفيلم ده عشان هو اكروس ذا سبايدر فيرس ففي عنكبوت تاني من عالم تاني ارس سبايدر مان، وحصل كده وكان لابس الشوز ده والشوز ده اتغير الجليتش وبانت الحاجات دي. فانا شايف ان هي فكره جامده جدا وماشيين مع الستوري بتاعت الفيلم، لان كل الباتشز اللي موجوده والاختلافات باين قوي اللي هو سبايدر مان راح لعالم تاني وحصل الموضوع ده كله. فالفكره كانت حلوه جدا، وانا شايف ان هو في تفاصيل والديتيلز للفيلم بصراحه اكتر من الاوريجين ستوري اللي هو بتاع فيلم سبايدر مان القديم. بالنسبه للميد سول هتلاقيه جاي بالسيل كلر، لو اخدت بالك ده ابيض بس ده سيل شويه، تحس ان اللون مختلف، واخد برضو الفينتج ستايل اللي جوردن بيحبوه جدا دلوقتي. انا ما عنديش مشكله معاه على فكره، في ناس مش عاجبها بس ده اراء عادي جدا. بالنسبه للسان اللي جاي مع السنيكر جاي باللون التان وبينك شويه مش ابيض، ودي طبعا المفروض بتبقى ملفوفه لورا، وفي نفس الوقت اللسان تحس ان هو ناشف شويه. مش قصدي ان هو مش مريح، بالعكس هو فيه سفنجه اكتر من التاني، بس تحس ان هو واقف في مكانه مش زي الجوردن 1 يتغير. يعني بص دوت، اولا هي ملفوفه من ورا مختلفه، وفي نفس الوقت بص اللسان بيجي كده، يعني دي مشكله في الجوردن 1 انا بصراحه ما بحبهاش. اما بالنسبه للاوت سول جاي بلون احمر شفاف ومفروض ان هو بينور. دايما كان الاوت سول اللي بينور بيبقى لونه اخضر، بس هنا لونه احمر، فهنجربه مع بعض وتعالى نشوفه. الناس بتقول لازم تحطه في الشمس علشان يشحن، تعال دلوقتي احنا بنشوف هنعملها ازاي. صراحه انت ما بتشوفش جوردن 1 سبايسي كده، دايما الجوردن 1 زي الموكا واليو ان سي تحس ان هم سيمبل شويه، فالجوردن 1 ده سبايسي وفيه تفاصيل وحوارات، يعني فاهم، بتبين لك الفيلم والكلام ده. من جوه الشوز جاي معادي عشان تحميه، وهتلاقي الفرش او الانسول اسود ومكتوب عليه نايكي عادي جدا، مفيش برضو اي اختلافات. الحاجات اللي مش عجباني في الشوز ده بصراحه ان هو مش جاي معاه رباط، رغم ان هو اصلا سعره $20 زياده عن سعره الاصلي بتاع جوردن 1. وكمان البوكس بتاعه جاي بالبوكس العادي اللي هو بتاع جوردن 1 الستاندرد، فمفيش اي اختلافات، مفيش اي حاجه تبين لك يا جدعان اللي جوه ده الشوز بتاع سبايدر مان عادي جدا. انا مش عارف ليه هم ما عملوش كده، مع انهم في الاوريجين ستوري الاوريجينال كانوا منزلين سبيشال بوكس، بس طبعا ده اغلى، كانوا منزلين شكله فيه سبايدر مان وكده. انا كنت اتمنى ان هو يكون البوكس مختلف شويه، مع ان اصلا جوردن 1 بتنزل بوكسات مختلفه على جنرال ريليس حاليا، فمش عارف عملوا لي كده بصراحه. السؤال بقى هنا، انه احسن ده ولا السنيكر التاني بتاع سبايدر مان؟ انا شايف ان ده فيه تفاصيل اكتر تدل على سبايدر مان، التاني شكله احلى بس هو ما فيهوش سبايدر مان، هو بس النقط اللي موجوده فيه واختلافات، فالناس عاجبها التاني علشان هو شبه الشيكاغو او بيعمل ريبليس للشيكاغو. بس انا لو انا عايز شيكاغو هجيب الشيكاغو ليستون فاوند لسه نازل، او هجيب 2016 شيكاغو، فهو مش شيكاغو اصلا التاني برضو، يعني مختلف تمام. بس ده سبايدر مان، فانت لو فان لسبايدر مان او بتحب فكره سبايدر مان في السنيكر او بتحب الكوميكس ده يكسب. فسبايدر مان شوز ده طبعا مش التاني انا ما بقولش ان هو وحش، التاني ممكن يتلبس بطريقه اسهل شويه عشان ما فيهوش الحاجات اللي الناس ما عجبتهاش دي، ودي واضحه جدا. فانا مش بقول لك ان هي عجباني، بس هم كانوا عايزين يعملوا يعني ياخدوا حاجه من الفيلم، فاهمني؟ ف
اريز وريز. بالنسبه لسعر السنيكر نزل بريتيل برايس $200، واللي هم المفروض كتير. كان جوردن 1 اصلا المفروض العادي $180، هم نزلوه $200 عشان سبايدر مان وكده، وفي اشتغالات اكتر من اول. بس سعره بالنسبه للريسيل تعال نبص عليه، هتلاقيها في حدود $270 الى $300 على حسب المقاس بتاعك. من ناحيه الكولكتابيلتي انا شايف ان ده جامد جدا، ان ممكن تخزنه عندك وتخليه موجود عندك لو انت فان لسبايدر مان. لو انت مش عاجبك الشوز ولا فان لسبايدر مان فانت عدي دوت، مش لازم تجيبه، هات اي حاجه تانية عاجباك. بس دوت سعره هيغلى جدا قدام، يعني ممكن في خلال سنه ممكن يعلى $500. هو حاليا زي ما انا قلت سعره كان كام. فانا شايف ان هو سنيكر جامد. سبايدر مان فيلم جامد جدا، حاول تشوفه. وعلى فكره في الفيلم بينوا ان هو هيكون في جوردن 1 تاني هينزل مع سبايدر مان اللي هينزل التاني، فدي فكره حلوه جدا ومهتمين جدا بالموضوع ده. واشوفكم في فيديو جديد وسنيكر جديد. السلام عليكم.